شنو يصير لو تنطي شخص أكبر من حجمه؟ هذا الشخص تدريجيا راح ينسى قيمته الحقيقية ومكانته وشنو هو، وراح يبدي يصنع قيمة مزيفة لنفسه. أغلبية المشاهير اللي عندنا بالعراق منطينهم أكثر من حجمهم، ومنطينهم قيمة أكثر من اللي يستاهلونها. واحدة من هذول الأشخاص اللي طشوا بالغلط، أو ممكن نقول طشوا بواسطة، هي فاطمة قيدار. بداية خلينا نعرف منو هي فاطمة قيدار وليش هي إعلامية اليوم. فاطمة قيدار كانت متزوجة شخص عنده واسطة، فدخلها العالم الإعلام وصارت إعلامية بالمختصر المفيد. فبعد ما وصلت فاطمة قيدار لذروتها تم رجع زوجها القديم. احنا ما نريد ندخل بالحياة الشخصية. هسه خلونا نسولف شلون وصلت فاطمة قيدار لذروتها وشلون اشتهرت. هل وصلت بإبداعها ببرامجها الحلوة أو بشهادتها واستحقاقها؟ لا. شنو الأسباب اللي خلت فاطمة قيدار تشتهر؟ أول شي اشتهرت بسببه هو كلمة عمري. يا عمري يا عمري 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 15. حبيبي عمري الصغير شنو الجو عمري شقد. السبب الثاني كلامها المثير للجدل. الله العظيم اي والله الله يحفظك ويحفظ لك الوالده وكلش فرحت يعني شفتيك بنيه ب 2024 تقول لي اني ما عندي موبايل. اي والله احلى شيء يعني احسن انا احلى شيء. السبب الثالث استهانها بعامل النظافة. اللي بس هو شوف عامل النظافه طالع ويانا يعني صوره طالعه فاضل ما اقدر اطقها. ورابع سبب لا ننسى انفصالها عن زوجها اللي هو أصلا وصلها لهذا المستوى وهاي الشهرة. وخامس سبب واللي هو أجدد واحد بهن هو رفض الناس مقابلتها لأن كشفت هي شنو. بعد ما سوت برنامجها وطلعت للناس رفضوا هواي ناس يقابلونها أو يطلعون وياها. بعد ما انتشرت هاي الحلقة بشكل واسع، فاطمة قيدار تنشر على الستوري مالتها إنه هي شوكة بعيون الناس اللي ما يحبونها، وأكو ناس يحبونها ويحبون برامجها، يعني هي مطية دور نفسها ومصدقته. ما أعرف من اللي قال إنه هو يحب فاطمة قيدار أو يحب برامجها. اشتهرت بسبب الأشياء اللي قلت لكم إياها قبل شوي، يعني ماكو شيء تستحق الشهرة، مجرد ترند عابر وراح. فوق هذا قامت تحجب حريات الناس، يعني أي شخص قام يطردد فعل على اللي صار وياها صارت ترفع عليه قضية. واحد اسمه مصطفى طردت فعل على الفيديو مالتها راحت رفعت عليه قضية. بيج ثاني اسمه أبو الأحمر مجرد ما نشر فيديو عنها هم رفعت عليه قضية. لا وهذا بالبيج ما لقيت له صورة وحاطة الصورة من حساب مالته لون أحمر. تخيل الرياكشن القاضي وهي تجي تقول له أريد أرفع قضية على بيج، والله البيج هذا حكى علي لأن العالم ما تقبل تجي تلتقي وياي. بابا هي مو إجبار، العالم ما تريدك، الإعلام ما يريدك. ليش ممكن الإنسان يحط نفسه موقف مو حلو هيك؟ لا يعني إذا أنت تشوفين أكو مجال العالم ما تريدك بيه باقي إلنا، باقي للترند، باقي للتصنيف مثلا. وبس لا تنسون تتابعوني انستا، راح احط لكم الرابط بالوصف واليوتر بأول تعليق.